من مور هاد الفيديو مستحيل تعاودي تشري الطون الجاهز من برا. كيجي غزال بزاف واقتصادي، اهم حاجه اقتصادي، كيكون بكميه وفيره. خديت 2 كيلو ديال سمك البونيت، غسلته مزيان ونقيته من الدم وداك الشيء، ودرته في الكسكاس، درت معاه ورق الرند والثومه، وغطيته بالبابي كويسون وبالبابي الومنيوم وخليته يتفور مزيان حتى طاب. من بعد ما طاب، ها نتوما كتشوفوا كنقي ليه ديك نحيد له ديك الجلده، وكنحيد له ديك البارتي اللي كتكون كحله، ودوك العظيمات اللي كيكونوا فيه كنقيه مزيان. اهم حاجه ديك الكحل، هذيك البارتي كتكون كحله كنحيدوها لانها كتكون زهيقه وكتكون المذاق ديالها ماشي مزيان. كنفرش الورق ديال الزبده على الارضيه باش كنحاول انني كنشفو مزيان من الماء، ما يبقاش فيه الماء، لاننا نحتفظوا به مده طويله، وخصوصا اننا دابا على الابواب الرمضانيه ان شاء الله. وبالنسبه للسمك ديال البونيت حاليا راهو موجود، تقدروا تاخذوه وتوجدوه وكيبقى مده طويله غير في البلاكار. كتحتفظوا به، هو شحال ما ارتاح كيكون كيولي احسن، كيولي المذاق ديالو زوين. ها نتوما كنقيه مزيان، كنحيد له كاع داك الشوك اللي كيكون فيه وداك، حتى كنخليه غير الهبره ديال الحوت. صافي في هاد الاثناء انا كنكون القريعات ديالي اللي غادي ننزلهم فيها راه دايرهم في كيتعقموا، هما يبان لكم في الفيديو. كنعقمهم وكنحطهم على جنب باش كيستقطروا، وكي ما كيبقى فيهم حتى هما الماء، ما كيبقى فيهم والو. فوالا. صافي من بعد الا شفت هذاك الورق ديال الزبده عمر بالماء، عاود نبدلو باش المهم ان هذاك الحوت يكون ما فيهش الماء. من بعد ما استقطروا هذوك القريعات، كنشفهم مزيان، كننزل فيه في وسط منهم هذاك الحوت، وكنعمر عليهم بالزيت، سواء البلديه او الروميه اللي بغيتو. هنا درت معاهم فلفله حاره وحبيبات ديال الابزار الملحه درتها حتى لهاد المرحله. وكنمسح الفم ديال هذوك القريعات. كنقدروا نديروا الحامض، نديروا الثومه، نديروا اللي بغيتي. صافي كنسد هذوك القريعات مزيان وكننزلهم في الكوكوت وكنخليهم يطيبوا تقريبا ساعه. كنحيدهم من الكوكوت، كنقلبهم على الفم ديالهم بحال هكا، كنخليهم حتى كيبردوا، وكنحتفظ بهم في البلاكار. المهم شي بلاصه كتكون مظلمه باش ما يوصلهمش الشمس. فاش كنبغيوهم كنحلوها، كنستعملوا منها وكنزلوها في الثلاجه حتى كنساليوها. كيجي غزال، جربوه وردوا عليا الخبر.